السلام عليكم، إزيكم تكونوا بخير؟ الناس اللي بتحب تروح للمطاعم عشان تاكل فراخ كنتاكي، أنا عملتها في البيت وباعملها على طول، تحفة جميلة جدًا ورائعة جدًا، طعم ما أقولكمش يعني حكاية. أنا ما أعرفش الناس اللي بتحب تروح تاكل الفراخ دي في المطاعم، اعملوها في البيت أرخص وأحسن وأنضف وأضمن كمان. أنا بصراحة يعني جرّبت كل أكل المطاعم على فكرة، أنا يعني مش ضد المطاعم بس إيه، يعني أنا لقيت إن الأكل في البيت أحلى بكتير من أكل المطاعم، على الأقل إن إحنا ضامنينه كده يعني. طبعًا عندي فرختين هنا باقطّعهم قطع بالطريقة دي كده، قطع صغيّرة. طبعًا بعد ما سمّيت الله كده وصليت على الرسول، طبعًا في كل أكلاتي أنا لازم أسمّي الله كده وأصلي على الرسول وأستغفر الله، بيطلع أكلي في منتهى الجمال والروعة. باقطّعهم كلّهم كده قطع صغيّرة. أنا بصراحة كلت فراخ كنتاكي كتير يعني في مطاعم وكده، هو يعني بصراحة أنا لقيت إن أكل البيت أحلى بكتير أوي. طبعًا أنا هاحط كده باعصر ليمون على الفراخ، وأحط القشر برضه فيهم عليهم كده. طبعًا أحلى حاجة في نضافة الفراخ الليمون والدقيق وكده والملح. أنا النهارده هاحط لهم كده ملح وليمون بس كده وهاسيبهم كده لمدة نُص ساعة. كده نُص ساعة كده وهارجع لكم. طبعًا باجهّز المحلول والخلطة اللي أنا هانقع فيها الفراخ دي. طبعًا أنا حطيت مَيّة كده بس في مقطع يعني ما تصوّرش، اللي حطيت معلقة شطة كبيرة ومعلقة بابريكا وفلفل أسود، توم باودر، بصل باودر، وطبعًا حُط معلقة ملح نضبّط الحياء بتاعنا. وتقلّبي الحاجات دي كلّها كده تقليبة حلوة. طبعًا أنا صفّيت الفراخ بعد نُص ساعة وشطفتها مرّة و2 و3، وبعد كده المحلول اللي أنا عملته ده والخلطة اللي عملتها دي كده بانقع فيها الفراخ دي لا يقل عن 4 ساعات، ولو من بالليل تبقى كمان عظمة. باسيبها كده 4 ساعات. باجهّز كده التتبيلة بتاعتنا اللي هنعمل بيه الcover بتاع الفراخ. عندي هنا نُص كيلو دقيق، وعندي معلقة نشا كبيرة. طبعًا معلقة النشا دي هي اللي بتخلّيه مقرمش وحلو. لو عايزاه طري طبعًا بلاش منها النشا، بس بصراحة هي حلاوة الفراخ اللي هي زي الكنتاكي كده بتكون مقرمشة وحلوة يعني. باحط طبعًا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، نفس المكونات اللي حطيتها في المحلول اللي أنا نقعت بيه الفراخ، وفلفل أسود وبرضه ملح، وباقلّبهم كده تقليبة حلوة مع بعضيهم. كده تمام. طبعًا عشان المصداقية أنا بصراحة 3 ساعات ونُص، لإن أنا مستعجلة يعني على الفراخ كده. فهو الوقت 3 ساعات ونُص بس. فأنتِ خلّيه أكتر حاجة، خلّيه لو من بالليل تبقى أحلى كمان وأحلى. طبعًا باجيب الفراخ بعد ما صفّيت المحلول كده وخلّيته على جنب كده، باتبّل الفراخ كده بالدقيق والنشا اللي أنا عملتهم، وأروح مسقّطة في المحلول ده بسرعة رهيبة. يعني بُصّوا ثانية واحدة على طول كده وتطلّعي، ما تسيبوش يعني أكتر من ثانية واحدة. وترجعي تاني للخليط الدقيق كده وتتبّلي بقى، تدحرجيه كده مرّة و2 و3 و4 يعني إيه، دحرجي فيه كده في الدقيق، في الخليط ده وفي الدقيق دوّة زي ما أنتم شايفين كده. أنا مبطّئة الفيديو عشان إيه، تشوفوا على الطبيعة. أهو بالطريقة دي كده.
وتتبّلي كده، وبعد كده ترجعي للمحلول زي ما قُلت لِك، ثانية واحدة على طول كده بُصّوا، بسرعة رهيبة أهو، وتتبّلي بقى تدحرجي فيه كده مرّة و2 و3 و4 يعني إيه، على طول كده، زي ما أنتم شايفين كده. الموضوع بسيط جدًا يعني وسهل جدًا وما فيش يعني مكونات ولا أي حاجة، شوية توابل يعني حاجات بسيطة خالص، وبتاكلي أحلى فراخ، ما تتصوّروش طعم الفراخ دي ما تشبعيلهاش من حلاوة، يعني طعمها رائع جدًا. وكده خلّصت كمية الفراخ اللي عندي كده، طبعًا لازم الزيت يكون سُخن جامد عشان الكفر ما يفُكِّش منِّك، وما تحرّكيش الفراخ دي خالص إلّا لمّا تاخد لون ويثبت الكفر كده فيها وتاخد اللون من تحت كده الأول، يعني حاولي ما تحرّكيهاش خالص وتسيبيها كده، طبعًا شوية كده وتخلّي النار متوسطة، ما تخلّيهاش على درجة عالية عشان الفراخ قلبها من جوّه يستوي. فأنتِ إيه، طبعًا الأول على نار عالية وبعد كده توطّي تخلّي مش واطية خالص لأ، تخلّيها وسط، بعد كده بتقلّبيها براحتك بعد كده لحد إيه، ما كلّه ياخد لون كده وتستوي وتبقى حلوة معانا، ما تتصوّروش طعم الفراخ ديّة هتعجبكم أوي، أوي، أوي. شايفين لونها عامل إزاي؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ عظمة. بتطلّعيها كده على مصفى كده أهو، وخلصت الفراخ بتاعتنا، يعني ما أقولكمش الريحة عاملة إزاي وطعمها عامل إزاي. ومقرمشة كده، يعني معلقة النشا اللي أنا حطيتها مخلّيتها مقرمشة كده وجميلة جدًا، سخنة مولعة مش قادرة بصراحة بُصّوا تحفة، 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 طعمها رائع جدًا، جرّبوها هتعجبكم أوي، 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 وأشوفكم على خير إن شاء الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.